زيكا يا اسطى، ما تتقنبل يا اسطى انت التاني. ايه يا تامر؟ هتكمل؟ انت عايزنا نفجر ولا ايه؟ ولا بقى قابل. لا عمري ما اتكمل. عمري ما اتكمل. كله بقى بيحب التاني يا اسطى، كلها بقى بتتحب يا اسطى. كل واحد يعمل لك قابل. كلهم بقى في ذكر وانتايه بقى ينزلوا يطبحونا على بعض وماسكين ايدين بعض يحطوا. يلا بقى انا على الاخر بقى النهارده وبص وعايز انكش كل التيك توك. مش بقى على حاجه النهارده اصلا. لسه عيد الحظ لسه عيد الحظ اللي يزعم عن قسطة تمهورة. تبعتهم لي مين يا؟ النهارده شفت عيلين واد وبنت عندهم 15 سنة متجوزين. ايه 15 سنة؟ يا عم انت هزرت يا عم. 15 سنة يا عم؟ ده عيل صغير لسه، ده عيل لسه مكتشفين البرايز امبارح اتجوزوا يا عم. انت تلاقي اشاعات يا عم. فعلا حتى لو كان ده حرام حتى يعملوا وقتين عرف، ما ينفعش يا اسطى صغيرين. بعتلك فيديوهات عندك، خش بقى. ده بجد 15 سنة؟ لا قولي لي الكلام ده بقى، قولي لي تبعتهم ليه؟ الله عليك يا سيكا يالا، الله عليك. انت عارف ان ربنا وكرمنا يالا واخليك المعد للبرنامج بتاعي يا اسطى. بجد انت بتحضر الحلقات قبل ايه؟ حطها في دماغي حتى. تسلم يا تامر. بسم الله توكلنا على الله. يفتح الفيديو. هما دول يا عم؟ ده يا عم ده بصح اخوها عادي يوم الجمعة الصبح يشتري فطار يلحق قبل الزحمة. خبيت ظنك الوسخ ده عادي يالا. يعني انت وسخ والدك يا تامر؟ براحتك يا عم. يا عم اخوات ايه؟ والله اهو والله اهو. صحيح. لا عادي مش مبرر يا اسطى، عادي ايه ببوس عادي. مش اخوها من ابوها وامها عادي يا اسطى. طب انت عارف يا اسطى لما اخوالي بيجوا بيزورونا بيبوسوا ام عادي يا اسطى. يعني ابويا بيروح عند عمتي بيبوسها عادي يا اسطى. طب انت عارف اقول لك الانيل، عارف بنت خالتي اللي بكرهها؟ ايوه اللي حاطه العفش بتاعها عندي لحد دلوقتي لما بتيجي بتبوسني يا اسطى. والله سك على الموضوع بقى. دول بيغسلوا سوا في الحمام. هو بص يجوز بس بيغير مستحب يعني. مش احسن حاجه لو دخل الاول وهي دخلت وراه عادي يعني. واستحمى وبتديله الهدوء. يا لهوي عليك ايه؟ بتروق البيت يالا عادي. امال في السوق بتتسوى يا اسطى، هي واخده مكانها بتروق البيت. اخوها اخ البيت. يا عم اخوات ايه؟ والله اهو والله اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا اسطى الماسكه دي مش ماسكه عاديه يا اسطى. هما قابل فعلا؟ قابل قلت لي بقى. صدقت. الله عليك الله عليك. شوف بص يظهر حرمة بيته الا حرمة العنوان. جايب رقم الكمباوت عيب. تبقى مش راجل يعني لما بينت رقم الكومباوند كام؟ تفوق عليك في رجوله كده. غيروش على عنوان الكومباوند. انت ايه عايز يجي يثبتوك؟ وما كده يعني ده هيوديها مدرسه وهو رايح الشغل. ده المفروض يعني. لكن انا شايفه ده ممكن كده رايحين للمدرسه. مدرسه ايه؟ رايحين الهاي سكول. نسيت معلش. ايه ده؟ باكلوا هم راحوا الامتحان بقى وامتحنوا وخرجوا ياكلوا ماكدونالدز. ما اكيد مش شغال يا اسطى. ده 15 سنه. ده بص العيال اللي عندنا عاملين ازاي في مدرسه ثانويه مشتركه اهو. بيخلصوا امتحانات الفتره المسائيه والصباحيه ويتقابلوا مع بعض ويروحوا ياكلوا كشري. وبص هنا يالا باكلوا الماكدونالدز يالا. الله يخرب بيتك يا تيك توك، جابهم لي تاني عشان انا بحبهم قوي فعلا. ما دي شغلانته بقى. يصور هو ويتمحن معاه عشان يجيب فلوس ولايكات. ايوه يا اختي احضني يا اختي احضني. عايز اقول لها فين اللي يلمك وهتلاقي اللي بيلمها وافق على العبث ده.
انا مش عارف اكلم مين. هتقول لحد عاقل اتكلم معاه يا اسطى؟ انا مش عارف هو ده دخل البيت من بابه ازاي يا اسطى؟ دخله ازاي؟ تخيل ده يجي لك يقول لك انا طالب ايه ببنتك. طب انت معاك ايه يا ابني؟ والله يا عمي انا جايب امتياز في الميديتير، ومعايا 6 ابتدائي ومعايا 3 اعدادي. بس كده؟ معايا 100,000 على التيك توك، ولو جوزت بنتك ان شاء الله هنوصل ل 2 مليون. بس يا اسطى عين على العيال يالا، يعني العيال العيلة في سنهم دول يالا يا لهوي، هارين نفسهم برايز ويعينوا، ويوم ما يفكر يجذب انتباه البت يا اسطى يرفع حصان يا دوب البت تضحك له. بص هما بيعملوا ايه؟ حاضنين بعض. استنى يا اسطى استنى، هما حاضنين بعض يتجوزوا بنت الضخم وشعر عسل. موضوع كبير قوي يا اسطى، موضوع كبير. يلا بقى عم ابضانه يا اسطى، انا مش قادر يابا. دول في المدرسه بقى، طبعا مش في مدرسه حكومه، مثلا انترناشونال اللي هي ايه بيبقى بيقعد جنب البنت عادي. فتخيل يخش الفصل وماسك كده ايديها كده ويقعد جنبها على الديسك بقى، وده الساعه كده انا اقعد جنبيها. انت محرم؟ لا انا جوزها. لما مستر طلعها هتجاوب على السؤال. حد يا مستر انزلي يا بنتي ايدك، انا جوزك، انا راجلها اصلا. انا راجلها يا استاذ، اجاوب بدلها. ما عندناش حريم بتجاوب يا مستر. طب يا اسطى لو افترضنا مثلا ان هم دول في المدرسه فعلا، ايوه صح، ازاي بقى يا تامر؟ رجع من الدرس وهي في البيت وهي بتقول له يا بيبي، ايه يا حبيبتي مالك؟ في بيبي في بطني. ايه؟ يا ما انت كريم يا رب، اخيرا ابقى دادي، ابقى دادي مش اب، دادي، ابقى دادي. يا لا انت تقعدي هنا وما تروحيش الدرس يا حبيبتي، كل ورق الدرس هتجيلك لحد عندك، وكل كشف الغياب انا همضيه مكانك، انت تقعدي ملك الزمان. انت تقعدي ملك الزمانك وناخد الغياب مكانك يا ام البوي، مش ام الولا، ام البوي يا ام البوي يا بوي انت. قلب تاني على الفيديو اهو، تاني جم تاني. ايه ده بقى الراجل اللي بجد ايه؟ يلا اتفضل. يلا شوف يلا، شوف الاخلاق يلا، الاخلاق اخلاق الزوجين، مع ان حلال عادي شويه بتمسح. ما مراتك يا غبي يا ابن الغبيه. قول تاني يلا زيكا. بس هو قعد على البلاط المره دي، هما خليفوا الواد، والواد دخل اولى ابتدائي فخد كل فلوسهم وبقى على العفش. استنى كده، الراجل الصح عمره ما يقعد يتفرج على مراته وهي بتمسح. هي فين يا اسطى؟ استنى، فين يا اسطى التمسح يا اسطى؟ انا مش شايفها. لا ده مش مسح ده يا اسطى، ده بلغتهم هما اسمه ديليت. ايه المسح كده؟ ايه ده؟ ايه المسح ده؟ ده مش مسح يا اسطى، مسح الاصيل يا اسطى. انت بتخش البيت الحاج امك بتلاقي فجأة الرخام مطبخ في اوضه النوم، قعدة الكبانيه في اوضه التلفزيون، اكن الحكومه جت عندك كانت تحس انك في كبسه حاصل في البيت. لكن ايه ده يا اسطى؟ ده ايه الديليت ده؟ ايه شغل المايع بتاع البنات ده يا اسطى؟ انت يخرب بيتك. هو الظاهر ده مش عارف ان احنا كلنا جينا بسبب مسحه الارض دي. اصل بيني وبينك يا اسطى، يا اسطى احنا كلنا برابطه المعلم كده جينا الدنيا بسبب كده يا اسطى، بسبب ان الراجل جه البيت في شغله لقى مراته بتمسح. ايوه لما حصلت الموقف، لو ما كانش حصل الموقف ده يا اسطى ما كانش نيجي الدنيا يا اسطى. انت عارف ليه طبعا بقى. مسح يا اسطى ليه جلابيه معينه، توطيه معينه، بصه معينه. يعني انا نخش التفاصيل عشان ما تقابلش علينا من المقدم يحيى. فمشي يومك يا اسطى. هو اكل الشوكولاته بقى وكده قفل الباب عشان ما تبصش على الشوكولاته طلعت حته. نفسي اقعد القعده راحت البال كده وقاعد بتفرج كده على التلفزيون كده وماسك البتاع وعلى دماغ اللي خليته خدها بنت امسحها يا بنت الكلب. يلا ده اكل بقى في الشوكولاته بس كده. حلو قوي. دخلنا السجن يخرب بيت امك. السلام عليكم يا اسطى. بس